أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بمراكش على إعطاء انطلاقة مشاريع هامة تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز إشعاعها السياحي وصيتها الدولي. جلالة الملك أعطى انطلاقة برنامج ترميم وتأهيل المدارات السياحية والروحية للمدينة القديمة لمراكش، وكذا مشاريع بناء مركز صحي حضري من المستوى الأول مارستان، وإعادة بناء مركز للإسعافات الأولية تابع للهلال الأحمر المغربي بجامع الفنا، وتهيئة آخر مماثل بحي الملاح، وترميم مدرسة العتيقة بن يوسف. هذه المشاريع تؤكد حرص أمير المؤمنين على النهوض بالرأسمال اللامادي والروحي والثقافي والمعماري لمدينة مراكش، وتعزيز مكانة هذه الحاضرة المتحفية باعتبارها وجهة سياحية لا محيد عنها بالمغرب، والارتقاء بظروف عيش ساكنتها. وبهذه المناسبة رأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله مراسم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتمويل وترميم وتأهيل المدارات السياحية والروحية للمدينة القديمة لمراكش. بعثة الأولى والتفاصيل. يقوم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بزيارة عدد من المواقع الأثرية التاريخية بمراكش التي خضعت للترميم والإصلاح، والتي تندرج في إطار مشروع التأهيل الحضري لكل الموروث التاريخي للمدينة القديمة الحمراء، والذي يشكل إنجازا رائدا ورائعا ورائقا وطموحا يروم تثمين الإرث الحضاري والمعماري والثقافي لهذه الحاضرة المتجددة، والتي تحمل عبر التاريخ إشعاعا وتراثا حضاريا مشعا. اليوم جموع ساكنة المدينة الحمراء يهنئون جلالة الملك بما أنجز وينجز على درب صون الذاكرة، وفي ظل الوفاء للقيم والثوابت التي تأسس عليها عرش هذه الأمة الجامع والموحد والضامن لذلكم الترابط الوثيق والإجماع الوطني والبيعة الدائمة التي تزداد متانة ورسوخا عند كل محطة وكل منعطف وكل تحد أو رهان، تزداد إشعاعا وقوة مع تواصل تلكم الحلقات المضيئة من تاريخ هذا الوطن، والتي تظل متماسكة متأصلة ثابتة في العهد المحمدي الزاهر وفي العقد الزاخر بالعطاء المحمل بالبشائر والمكرمات الحافل بالإنجازات المتحرك بتحرك نبض المواطنين وشعورهم وأحاسيسهم وتطلعاتهم وأمانيهم. اليوم ساكنة مراكش تستبشر بإنجازات مسيرة الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي بدينامية وتجدد وأصالة وتطور أساسه وقوامه إدماج التراث المغربي في مشاريع التنمية. فالمدينة العتيقة بمراكش هي موروث ثقافي فني حضاري أصيل يعكس التاريخ المشرق والزاهي والنبيل لعاصمة النخيل في شتى مناحي الحياة، لما تختزنه من معالم ثقافية وحضارية ومعمارية شكلت على الدوام فضاء لتلاقح الحضارات والثقافات والتعايش بين مختلف الأجناس والأعراق، ويختزل الذاكرة الجماعية للمدينة الحمراء. يقوم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بزيارة ورش تجديد وتحويل دار الباشا القديمة إلى متحف الروافد، ويشتمل هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه المؤسسة الوطنية للمتاحف باستثمار قدره 12 مليون درهم على فضاء للعرض مخصص للفنون الإسلامية، حيث تعرض به كتابات ولوحات وأدوات مختلفة تتعلق بالعلوم والمعارف الإسلامية. كما يشتمل متحف الروافد على فضاء مخصص للأعمال الفنية العالمية تمثل القارات الأربع، وفضاء دائم للعرض يتضمن معطيات تاريخية وإركولوجية تبرز مختلف أوجه الثقافة المغربية، وفضاء مخصص للمعارض الغير الدائمة. وتأتي مختلف هذه المشاريع لتنضاف إلى الأعمال والمبادرات العديدة والمتعددة التي ينفذها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل حماية والنهوض بالمدينة القديمة لمراكش، لا سيما برنامج التأهيل الحضري لحي الملاح
ومشروع تأهيل المدار السياحي لساحة بن يوسف في اتجاه ساحة جامع الفنا مرورا عبر ساحة بن صالح، ومشروع تأهيل الفنادق العتيقة لسلحم وزيات وسيدي عبد العزيز، وهي كلها مشاريع تساهم في تثمين المواقع السياحية وتحسين جمالية واجهات مختلف البنايات التي تعبرها كل هذه المدارات السياحية. وقد ملأ الحب قلوب كل المغاربة لجلالة الملك، خاصة ساكنة مراكش، وهو يوفر لهم سبل الحياة الكريمة المستقرة الآمنة، وهو أشد حرصا على تعزيز مكانة المغرب وهويته وتاريخه وأصالته، وتعزيز كرامة مواطنيه الذين كلهم تعلق ووفاء ودعاء أن ينصر الله جلالة الملك ويحف ركابه بالخير واليمن والبركات، ويحفظه بالحفظ المكين والقرآن الكريم. بكل الحب مراكش تبارك كل خطوات جلالة الملك ومبادرات جلالة الملك وأوراش الإصلاح الكبرى التي يقودها جلالة الملك، مسنودا بمحبة الشعب المغربي ودعائه لله سبحانه وتعالى أن يكلل بالخير والسؤدد والنجاح والتوفيق كل أعمال جلالة الملك الذي يقود هذا الوطن بخطط مدروسة وعملية ومضبوطة نحو مدارج التنمية الشاملة. هكذا يعطي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله انطلاقة ترميم وتأهيل المدارات السياحية والثقافية والروحية للمدينة القديمة مراكش، انطلاقا من دار الباشا إلى ساحة بن يوسف، لا سيما من خلال تجديد وتجميل واجهات البنايات التي يعبرها هذا المدار، وقد رصد له غلاف مالي يفوق 100 مليون درهم، وهي مشاريع تنسجم مع أهداف المخطط التنموي مراكش الحاضرة المتجددة، وتبرز الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لصيانة وتثمين الموروث التاريخي لعدد من مدن المملكة، وعزم جلالته الوطيد على حماية مختلف معالم الذاكرة الوطنية. برنامج تأهيل وترميم المدارات السياحية للمدينة العتيقة يهم إنجاز الأسقف الخشبية للأسواق ومعالجة وترميم 9 فنادق عتيقة هي التدلاوي والعمري والميزان وخربوش والصرصار 1 و2 والباشا والحاج طاهر وبوخابيا، كما يخضع للترميم والإصلاح مسجد سيدي عبد العزيز والمخيطريين وضريح سيدي عبد العزيز. وفضلا عن ذلك يهم برنامج ترميم وتأهيل المدارات السياحية الروحية للمدينة العتيقة بمراكش المدار الروحي للأولياء السبعة سيديوس بن علي والقاضي عياض وسيدي عبد العزيز التباع وعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي وأبو العباس السبتي وسيدي بن سليمان الجازولي وعبد الله المغراوي، كما يشمل التأهيل 10 ساحات عمومية وتجديد 6 نافورات وترميم 60 بابا و6 أضرحة وتجديد الواجهات المطلة على المدار. وإلى جانب برنامج ترميم وتأهيل المدارات السياحية والروحية، ستعرف المدينة القديمة لمراكش إنجاز مجموعة من المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف ولوج الساكنة للخدمات الأساسية والحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة مراكش. ويعكس تأهيل المدينة العتيقة لمراكش الحرص الملكي السامي المستمر على صيانة والمحافظة على موروث تاريخي متميز ورد الاعتبار إليه لجعله محركا للتنمية المستدامة، انطلاقا من المكانة المحورية للمدينة العتيقة كنقطة لجذب السياح الأجانب والمغاربة، كما يجسد الاهتمام بصيانة التراث الإنساني لهذه المدينة العريقة ورد الاعتبار لها لجعلها قادرة على تحقيق الإشعاع الحضاري والثقافي والإنساني. يجسد العناية الفائقة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للتراث المادي واللامادي، والذي يعد نموذجا إنسانيا متنوعا خصبا ناضجا، وعزم جلالته الوطيد على الحفاظ على كل أصيل مرتبط بالذاكرة الوطنية. ويتوخى من برنامج تأهيل المدينة العتيقة لمراكش، والذي يشكل ليس فقط إرثا حضاريا
وثقافيا وإنسانيا، بل وأيضا قطبا أساسيا من أقطاب التنمية المندمجة المتكاملة والشاملة، يتوخى تثمين المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المتواجدة بها، وإعادة الاعتبار للنسيج الحضاري، وتقوية جاذبية وإشعاع المدينة الزاهية الحمراء، وجعلها عنصرا أساسيا لمد الجسور بين الماضي والحاضر، والحفاظ على المكاسب الحضارية والتاريخية. جلالة الملك يعطي انطلاقة مجموعة من المشاريع التي تقود إلى تنمية مراكش وتجديدها. جلالة الملك يعطي المثال الحي من العمل الدؤوب لرقي شعبه وأمته وحفاظه على موروثه وأصالته وتاريخه. فبارك الله في خطوات جلالة الملك، ويسر الله لجلالة الملك سبل التوفيق والنجاح والفلاح في كل مساعي الخير التي يقصد بها جلالة الملك كل جهات المملكة، وتقود نحو بر التطور والتجديد والتقدم والرفاه والتنمية. وأعان جلالة الملك في معركة البناء والنماء بسائر أوجهها المتعددة، إضافة إلى انطلاق برنامج ترميم وتأهيل المدارات السياحية والروحية للمدينة القديمة. سيتم ترميم المدرسة العتيقة ابن يوسف، إحدى الأيقونات المعمارية المشيدة بقلب المدينة القديمة، على مقربة من مسجد ابن يوسف. ويعكس هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بغلاف مالي قدره 61 مليون درهم، حرص أمير المؤمنين على صيانة الإرث الروحي والحضاري للمدن المغربية العتيقة. وتتعلق المشاريع الأخرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك اليوم ببناء عدد من المراكز الصحية الحضرية. نعم سيدي أعزك الله، ستوقع أمام جلالتكم نصره الله اتفاقية واحدة، وهي اتفاقية إطار تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع ترميم وتأهيل الممرات السياحية والروحية بالمدينة العتيقة لمراكش 2017-2019، يوقعها السيد محمد حصاد وزير الداخلية، السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنة وسياسة المدينة، السيد أحمد خشيشن رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، السيد العربي بن القيد رئيس المجلس الجماعي لمراكش، السيد بدر الكانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران. الله يبارك في عمر سيدي. لقد بوأ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الموروث الحضاري التاريخي الصدارة لما يمثله من مساهمات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، من خلال تأهيله للرأسمال البشري وتسهيل انخراطه في المشروع المجتمعي الكبير الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، وجعل المواطن المراكشي في صلب العملية التنموية، وجعله نقطة الارتكاز لأي إصلاح أو ترميم، من خلال التركيز على تقوية قدراته وتنمية روح المبادرة لديه، بما ينعش ويقوي ويصون الإشعاع والصيت الدولي للمدينة الحمراء. وستعرف المدينة القديمة مراكش إنجاز مجموعة من المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف ولوج الساكنة للخدمات الأساسية والحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة مراكش. وستسعى المشاريع المسطرة في الحفاظ على الطابع التراثي المستدام لهذه المواقع التاريخية بالمدينة العتيقة. ودعاء صادق أن يصحب التوفيق ركاب جلالة الملك الميمونة وخطواته الجريئة والعميقة التي تتبع كل المسارات والتخطيطات والاختيارات التي هي نماذج متعددة في ضمان الكرامة والتنمية للمواطن. لقد ورثت مراكش معمارا عظيما من بنايات ومدارس ومتاحف ومآثر ومساجد تشكل منارات تهيكل المدن التاريخية الكبرى. وكان في مقدمة بناتها أسلاف جلالة الملك من الملوك الغر الميامين
وإلى جانب تميز مختلف هذا المعمار بالفخامة والسمو، فإنه يتصف بالإبداع والتميز، بحيث يمكن التعرف على الطابع المغربي الأصيل بسماته وأصالته، سواء ببنيته الهندسية أو شكله الخارجي أو مكوناته أو مرافقه أو المواد المستخدمة في بنائه أو الفنون الزخرفية المستعملة في التزيين. لقد صمد المعمار المغربي بما يدل على أن بناته من أجدادنا الميامين قد أفرغوا فيه جهدهم وعبقريتهم وأنفاس إخلاصهم وروحانيتهم، وكل هذا يجعل أمانة الحفاظ على هذه الملامح النفيسة وعلى هذا النهج، وتنفيذا للتوجيه الملكي السامي، وعبر الإشراف على الأشغال أو تفقد الأوراش، أو عند وقوف جلالة الملك حفظه الله على المنتهي من الأعمال، يتبين النظر الملكي السديد والثاقب إلى كل عمليات الترميم التي يرعاها جلالة الملك ويرى منها جلالة الملك، بقدر ما هي عملية تجميلية فإنها بالأساس عملية تصحيحية تلتزم بقواعد الفن في إصلاح مختلف الجوانب مع الحفاظ التام على الطابع الأصلي للبناء. إنها نظرة جلالة الملك، نظرة الالتزام بقواعد الصناعة في هذا الفن، فن الترميم بكل ما في الكلمة من معنى، وهو حرص ملكي سام مستلهم من شعور فني مرهف وصادق، ويؤكد على غرار مشاريع ترميم المدارس العتيقة التاريخية للمدينة القديمة فاس العزم الراسخ لأمير المؤمنين على إعادة الدور المحوري للمدارس وللمتاحف في نشر قيم التسامح والانفتاح على الآخر. تعتبر المبادرات الملكية السامية مكسبا وطنيا هاما في مجال حفظ التراث، يعكس إرادة ملكية راسخة للنهوض بهذا المتحف الوطني الذي يمتد إلى كل الربوع. وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يسمو بالمواطن نحو الإبداع والذوق الرفيع بما يحقق الإصلاح والنجاح في كل الميادين. عناية ورعاية ملكية سامية بالمقامات والمتاحف والمؤسسات التي ينطلق منها الإشعاع الديني والعلمي والفكري المرتكز على الثوابت والقيم في انسجام وتناغم مع مسيرات التحديث والتجديد ومسيرات التأهيل ومسيرات التنمية ومسيرات خدمة المواطن ومسيرات ترمي إلى رفع هذا البلد إلى مصاف والمكانة اللائقة بين الأمم. فالمدينة العتيقة مراكش هي بحق موروث ثقافي وحضاري أصيل يعكس التاريخ المشرق لعاصمة النخيل مراكش في شتى المجالات، لما تختزنه وتكرسه من معالم ثقافية حضارية معمارية شكلت على مدى عصور من تلاقح الحضارات والتعايش بين مختلف الأجناس والأعراق. وتكتسي المدينة العتيقة المدرجة من قبل منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي منذ 1972 أهمية كبيرة ضمن النسيج المعماري العمراني للمدينة الحمراء، كما أنها تتوفر على مؤهلات مهمة تجعل منها رافدا سياحيا ثقافيا حضاريا متميزا قادرا على تعزيز مكانتها ضمن ويعكس تأهينة العتيقة بمراكش الحرص الملكي السامي المستمر على المحافظة على الموروث التاريخي المتميز لجعله محركا للتنمية المستدامة انطلاقا من المكانة والحظوة والنموذج المحوري للمدينة العتيقة كنقطة جذب للسياحة والسياح الأجانب والمغاربة، كما يجسد الاهتمام بصيانة المدينة العريقة لجعلها متمكنة من تحقيق الإشعاع الحضاري والثقافي والإنساني. العناية الفائقة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للتراث بالمملكة، والذي يعد نموذجا إنسانيا، وعزم جلالته الوطيد على حماية مختلف معالم الذاكرة الوطنية. تتجسد العناية السامية لجلالة الملك
في إعطاء العديد من المشاريع الهامة التي تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز بعدها السياحي وإشعاعها الدولي، وكل ذلك يشكل إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا، فضلا عن أن مراكش تمثل قطبا أساسيا من أقطاب التنمية المستدامة والمندمجة. ترميم وتأهيل المدار السياحي الذي ينطلق من دار الباشا إلى ساحة بن يوسف، لا سيما من خلال تجديد وتجميل واجهات البنايات، هدف مليء